الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكلمنا إخوتي بارك الله فيكم في المرة الماضية عن مفهوم السلفية، وقام شيخنا حفظه الله تعالى بإيجاز طيب ومفيد لاقى قبولا عند كثير من الناس، وصار الكثير من الناس عنده أسئلة ويتوق إلى معرفة أشياء أخرى في مفهوم السلفية. توقفنا في المرة الماضية حول خلط الأوراق، هذه المسألة المهمة التي أحدثت شغبا كبيرا بين الناس، حتى أن الناس كثير منهم لا يستطيع أن يفرق بين السلفية وبين غيرها، بين السلفية وبين الأحزاب السياسية الإسلامية، بين السلفية وبين الخوارج. مفهوم السلفية أو علاقة السلفية مع الإرهاب، علاقة السلفية مع العلمانيين التي حاول أن يشوش فيها العلمانيون على الناس، أشياء كثيرة جدا سنطرحها إن شاء الله تعالى باختصار في هذه الحلقة مع فضيلة شيخنا أبي الحسن علي مختار رملي حفظه الله تعالى. حياكم الله شيخنا. الله يحييك. الله يحفظكم شيخنا، بارك الله فيكم. حقيقة الحلقة الماضية يعني لاقت قبول كبير عند الناس. الحمد لله. نعم، يعني أنا طبعا من خلال التعليقات عندما تسمع يقول الناس كلام طيب جدا، فسبحان الله كان هذا طيب، لكن تفتح أسئلة، كل حلقة تفتح أسئلة. تكلمنا في المرة الماضية في آخر ما تكلمنا عن خلط الأوراق، ولذلك اخترنا هذه الحلقة خاصة في موضوع خلط الأوراق. وخلط الأوراق شيخنا الله يحفظكم من جهات كثيرة، من ربط السلفية بالإرهاب. لذلك هذه ستكون حلقتنا إن شاء الله تعالى حتى نميز بين الإرهاب وبين السلفية. لا نريد أن نجنح إلى جانب، هذا ما ذكرته شيخنا في مقال لك إن شاء الله تعالى نعرج عليه. سنتكلم إن شاء الله تعالى عن السلفية والحنابلة، هل هم نفسهم، ما الفرق، إلى آخره إن شاء الله تعالى في حلقات أخرى بإذن الله. شيخنا الله يحفظكم، أولا ما هو الإرهاب؟ كلمة الإرهاب تعني التخويف، وهذه الكلمة تستعمل بحق وتستعمل بباطل. فالتخويف الذي يقصد عند استعمال كلمة الإرهاب هو تخويف المجتمعات الآمنة وتهديدها بالقتل وتنفيذ هذا القتل الجماعي. هذا الإرهاب يمارس من قبل دول، من قبل جماعات، ومن قبل أفراد، يمارس بحق تارة وبباطل تارة. الإرهاب الذي هو بمعنى التخويف في بعض صوره قد أمرنا به في قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا التخويف لأعداء الإسلام يكون بإعداد العدة القتالية، العدة بالإيمان والعدة بالآلة، آلة القتال، من أجل حماية المسلمين وحماية بلاد الإسلام من غزو الكفار. هذا النوع من الإرهاب مطلوب شرعا. أما النوع الثاني من الإرهاب وهو الذي يقصد عند الكثيرين اليوم، وهو التخويف بالباطل، بالظلم، من غير وجه حق، تخويف المجتمعات وقتلها والتهديد بالقتل من غير وجه حق، من غير وجه حق شرعي ديني يقره شرع الله سبحانه وتعالى. هذا التخويف الذي لا يقره شرع الله سبحانه وتعالى هو الإرهاب الذي يعنيه علماء المسلمين عندما يذكرونه. هذا الإرهاب يمارس من قبل دول وجماعات وأفراد، هذا موجود في يومنا هذا، وهو الذي ينكره علماء الإسلام: التخويف والتهديد بالقتل من غير وجه حق
ولا يكون مأذونا به في شرع الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإرهاب الذي نعنيه. نعم. نعم. يعني شيخ الله يحفظكم، إذن الإرهاب هنالك ما هو إرهاب شرعي، وهذا الذي يكون في مقاتلة الأعداء وغيرهم من أعداء الإسلام والمعتدين على المسلمين وعلى الضعفاء وغير ذلك. والإرهاب الذي يتكلم عنه الناس الآن هو الإرهاب هذا الذي التخويف من غير وجه حق بقتل أو كذا، ولا يختص بدولة أو بجماعة، حتى لو بفرد واحد يفعل ذلك فهو إرهابي. إذن هذه الكلمة ليست منكرة، وأتكلم عن الجزء الثاني وليس الجزء الأول. ليست منكرة ككلمة، يعني نحن نوافق الناس على كلمة إرهاب، وأنتم السلفيون توافقون الناس سواء كانوا غربا أو غيرهم على كلمة الإرهاب، ما عندكم مشكلة في ذلك. المهم عندنا في تعريف الإرهاب ماذا تقصد؟ لذلك الآن تجد عندما تطلع على كلام الذين يستعملون كلمة الإرهاب هم أنفسهم لم يتفقوا على تعريف كلمة الإرهاب. تمام. جميعا، لكن كل واحد يعرف الإرهاب بطريقته. الآن ما هو الإرهاب عندنا نحن؟ الإرهاب المذموم الذي أنتم تحاربونه. نعم. هذا الإرهاب، هذا هو القتل بغير وجه حق شرعي، وترهيب وتخويف من لم يأذن الله سبحانه وتعالى بترهيبه وتخويفه. نعم. طيب شيخنا الله يحفظكم، إذن لأنه هنالك من يربط السلفية بقضية الإرهاب من وجهين. الوجه الأول أنهم إرهابيون، وسنتكلم عن هذه النقطة. الوجه الثاني أنهم يساعدون الكفار ويساعدون الغرب والعلمانيين في محاربة المسلمين بحجة كلمة الإرهاب. إذن الجواب ما هي كلمة الإرهاب؟ هذا هو الجواب. ماذا تقصد بالإرهاب؟ فإذا كان الاعتداء على الناس بغير وجه حق، نعم، نحن نقاتل هذا ونحارب هذا، ولسنا من هذا الصنف، بل نحن نحارب هذا الجانب. طيب شيخنا، قبل ذلك الخوارج، لأن هذا الإرهاب الآن مرتبط بالخوارج. هو سؤال، من هو الخوارج؟ الإرهاب يستعمله أو يفعله الكفار وبعض المسلمين. أما الكفار فهذا الذي تفعله أمريكا في بلاد الإسلام، سواء كان بالقتال كما فعلت في العراق وكما فعلت في أفغانستان وغيرها، أو كان في إرهاب الدول باستعمال أنواع الملفات التي تستعملها لتحقيق مآربها، سواء كان بنشر أفكار أو بالسيطرة على ثروات الدول. ما تفعله أمريكا هذا إرهاب، هذه صورة من صور إرهاب الدول. ما فعلته بريطانيا وما فعلته فرنسا في الجزائر، ما فعلته بريطانيا في الدول المسلمة، وما فعلته أيضا الدول الغربية الأخرى في بلاد الإسلام، ما تفعله الصين اليوم في اليغور المسلمين، ما يفعله الهندوس في المسلمين في الهند وميانمار وغيرها، وما يفعله اليهود بنو إسرائيل في المسلمين في فلسطين، وما فعله النصارى في البوسنة والهرسك، وما فعلوه أيضا في أفريقيا الوسطى، وما فعلوه في الأندلس عندما تغلبوا على المسلمين. هذه صور كلها من صور الإرهاب. الصليبيين لما دخلوا على البلاد الإسلامية. نعم، كل هذه صور. لكن نسيت شيخنا روسيا. نعم، وروسيا أيضا ما فعلته في سوريا، وما فعلته في الشيشان، وما فعلته قبل ذلك باسم الاتحاد السوفيتي في أفغانستان وغيره. إذن شيخنا، إذن لماذا يربط الإرهاب بالمسلمين إذا كان هذا؟ في الحقيقة أن المسلمين هم الذين يمارس عليهم الإرهاب، هم الذين يمارسون الإرهاب. نعم، لكن القوة في يد الإعلامي. من بيده الإعلام ومن الذي بيده القوة هو الذي يستطيع أن يفرض كلمته على الآخرين، وهذا الحاصل اليوم في زمننا هذا. الآن صوروا المسلمين أنهم هم الإرهابيون، لكن في حقيقة الأمر لو تنظر إلى هذا كله هم الإرهابيون وليسوا المسلمين. لا ننفي وجود فئة من المسلمين تمارس الإرهاب أيضا، اللي هم نقول عنهم الخوارج الآن. هؤلاء هم الخوارج. نعم. طيب شيخنا، يعني هل تقول أن الإعلام نجح في تصوير صورة المسلم أو المسلمين بشكل عام وليس كل المسلمين على أنهم هو الإرهاب من عندهم هو الإعلام نجح في ذلك حقيقة؟ نعم، لا شك أنه نجح في ذلك، خاصة في بلاد الغرب. الآن يعتبر هذا الترويج لهذه الأكذوبة
يعتبر صادا ومانعا لكثير من الناس من الدخول إلى الإسلام، وهذا الذي يريدونه. هم يبنون هذا لأجل هذا الغرض. لذلك عندما تسمع الكثير من المسلمين الذين أسلموا بعد أن كانوا كفارا، ما الذي كان مانعا لهم عن الدخول في الإسلام؟ الإرهاب. مباشرة يذكر لك الإرهاب. من أين جاء التصور هذا؟ جاء من جهتين: من جهة الإعلام أولا، ثانيا من جهة هذه الفئة القليلة من المسلمين التي تمارس أيضا الإرهاب، واستغل ذلك أولئك في إعلامهم بأن يصوروا أن الإسلام كله كجميع المسلمين هي هذه الفئة. التي هي، مع أن بعض ما يفعله هؤلاء هو بصنيعتهم هم. طيب شيخنا، إذا ليس صنيعة من الأصل، وإنما يحسنون التعامل معهم واستغلالهم والتصرف. طيب نؤجل قليلا شيخنا، إذا أني سألت عن الخوارج بس يفتح موضوع الإرهاب كلام كثير. شيخنا يعني طيب أنتم أين دوركم في بيان الصورة الحقيقية للناس للأجانب؟ لأنه كما ذكرتم شيخنا أن الكثير من الناس يصدون عن سبيل الله، عن الدخول في الإسلام في بلاد أوروبا بسبب الإرهاب، بالإعلام أو بالفئة التي تقول عنها. أين دوركم أنتم أيها العلماء في بيان هذه الأشياء؟ العلماء، نتكلم عن دور العلماء. نعم. العلماء، علماؤنا يعني مشايخنا كان لهم دور كبير جدا في صد هذه الأكذوبة، وكذلك في محاربة الإرهاب، سواء كان من الإرهاب من الذين ينتمون إلى الإسلام أو كان من الإرهاب الغربي. إذا تتبعت كلامهم، ومن يتابع كلام العلماء ودروس العلماء سيجدها طافحة بالكلام عن الإرهابيين والتحذير من الإرهابيين، من إرهاب الكفار، من إرهاب هذه الطائفة من المسلمين الذين ينتمون إلى الإسلام، وألفوا فيهم الكتب، ولهم فيهم محاضرات ودروس كثيرة جدا. من ذلك مثلا من التحذير من الإرهاب ومن خطره ما كتبه الشيخ ربيع بن هادي، وأنا أذكر الشيخ ربيع في هذا الصدد بالذات، لأن الشيخ كان متخصصا في هذا الميدان، وكان له حرب شديدة جدا على أصحاب هذه الأفكار. وكذلك أيضا يوجد كتاب الإرهاب للعدناني أيضا، وكذلك يوجد كتاب القصة الكاملة، كذلك قد جمع الخوارج في الخوارج إبراهيم المحاميد. نعم، هذا أيضا قد جمع من كلامهم ومن كتبهم ومن صوتياتهم كلاما يثبت ما هم عليه من منهج فاسد، والردود عليهم في كتب أهل العلم، الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمه الله، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ مقبل بن هادي الوادع، كتبهم وأشرطتهم طافحة في محاربة هذا الاتجاه، وفي محاربة أيضا الإعلام الذي يحاول أن يصور للناس أن هذا هو الإسلام. وقد بينوا حقيقة الأمر ووضحوه، لكن للأسف الكثير من الناس لا يقرأ ولا يسمع إلا لمن يريد. نعم. طب شيخنا، ألا تشعر أن هذه تحولت إلى تهمة؟ وأنا عندما قلت ما دور العلماء أنا أقصد علماء السلف. نعم. هذا الكلام لا يهون العلماء الآخرين. نعم. العلماء الآخرين، ألا تشعر أنها تحولت إلى تهمة أنكم تتكلمون في الإرهاب، مع أن قبل قليل بين الأمر أن لابد أن نبين الإرهاب حتى يتضح الإسلام الصافي ونحارب حقيقة قتل الناس وغير ذلك بغير وجه حق، لكن تحولت إلى تهمة. فما قولكم؟ لا شك أن الإنسان إذا حارب عدوا، هذا العدو لن يسكت، سيحاربك بطريقة عكسية. يعني مثلا أنت عندما تحارب قوما يتجهون إلى اتجاه اليمين، وتحاول أن تعدل الأمر إلى الاعتدال، هم سيرمونك بأنك من أصحاب الاتجاه اليسار. وإذا حاربت أصحاب الاتجاه اليسار سيرمونك أنك من أصحاب الاتجاه اليمين، وأنت من الاتجاه المعتدل، وتحاول أن تصل بالجميع إلى الاعتدال والتوسط في الأمر. يعني مثلا عندنا في اليهودية والنصرانية في عيسى عليه السلام. الآن عندما أحارب قول النصارى بأن عيسى ابن الله، سيتهمك النصراني أنك تقدح في عيسى،
وأنك تقول بأن عيسى ابن زنا كما يقوله اليهود، نعم، لأنه على الطرف الآخر النقيض. نعم. إذا حاربت قول اليهودي بأن عيسى ابن زنا وقلت له بأنه رسول، نعم. سيرميك بأنك نصراني وأنك تقول بأن عيسى هو ابن الله. نعم. أنت تحاول أن تصل إلى الطريق المعتدل بينهما، وأن تقول لهم بأن عيسى هو رسول من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه من مريم، وأنه لا أب له، خلقه الله سبحانه وتعالى من امرأة من أم بدون أب، وأنه رسول، وأنه محترم بقدر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من مكانة ومن قدر، وأنه رسول، ولكنه ليس له في الألوهية وفي الربوبية شيء، بل هو مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى كما خلق آدم، قال له كن فكان. إذا أنت تريد أن تصل إلى درجة متوسطة معتدلة بين الطرفين هذين. وهكذا جميع الدعوات الآن، أي دعوة أنت تحاربها هم يرمونك مباشرة بالضد، بالباطل الذي في الضد، فأنت تحاول أن تعتدل معهم. الآن نأتي لموضوع الإرهاب هذا. عندما تحارب الإرهاب مباشرة، هذا الإرهابي الذي ينتمي إلى المسلمين ماذا سيرميك؟ سيرميك على أنك من مشايخ السلاطين، وأنك تدافع عن السلاطين. ليش؟ لأن هذا الذي يدغدغ به عواطف العامة. نعم. ويستطيع أن ينفر العامة عنك بهذه الحجة، فلذلك يحاول أن يرميك بها من أجل أن ينفر الناس عنك. وفي الحقيقة أنت لا تدافع عن الحكام، أنت تدافع عن شرع الله أولا، ثانيا تدافع عن دماء المسلمين وعن أعراض المسلمين وعن دين المسلمين، كي يبقى المسلمون يعلمون ما لهم وما عليهم في أمر دينهم، وتصفو لهم الحقيقة وتحقن دماؤهم. لأن هذا الفكر الإرهابي إذا تشرب وتشبع الإنسان به صار قنبلة موقوتة تنفجر في أي مكان وفي أي وقت، فتسفك الدماء المحرمة. نعم. لذلك يحاربهم العلماء، فهم من أجل أن يحاربوا العلماء مباشرة يحاولون أن يرموا العالم بشيء ينفر العام عنه. فماذا يقول له؟ أنت من مشايخ السلاطين ومن علماء السلاطين. كذلك أيضا بالعكس، لما أنت تحارب العلماني وتحارب الليبرالي اللي موجود اليوم، وتحارب من يخالف شرع الله سبحانه وتعالى سواء كان حاكما أو محكوما، تحارب المنهج الذي عليه. نعم، ليس من منهجنا الطعن في الحكام على المنابر والدندنة بهذا الأمر، حتى لا يؤدي ذلك إلى مفسدة أعظم، ونتعامل معهم بشرع الله سبحانه وتعالى، لكن في نفس الوقت أيضا لا نبرر لهم أخطاءهم ولا نقرهم على باطلهم الذي هم عليه، فنحن نعتدل فيهم. لكن هؤلاء أيضا عندما تحارب العلماني والليبرالي وتحارب الباطل الذي عليه أي واحد من أصحاب الباطل، مباشرة سيرميك بالضد، وهو إيش؟ وهو أنك إرهابي. فالإرهابي يرميك بهذا الاتجاه، والعلماني والليبرالي يرميك بالاتجاه الآخر. فلذلك أنا دائما أوصي لما تحارب المناهج الباطلة المتضادات، أنت يجب أن تبين أنك لست مع هؤلاء ولست مع هؤلاء، وأن هؤلاء على باطل وهؤلاء على باطل. نعم. وشيخنا لعلك ذكرت في مقال سابق في هذا الأمر، عندما قلت عندما أننا نحارب الإرهاب لا تجنح لهذا الجانب وتترك العلمانيين فتحسب عليهم، أو على العكس. طيب شيخنا، نحن نسمع حتى من ينتسب إلى الإسلام من المسلمين الذين يثيرون هذه الفتنة في أن السلفيين هم مع الحكام أو مع السلاطين، أو يحاربون الإسلام مع العلمانيين وغير ذلك. يعني هل هنالك أناس يكونون أداة بأيدي الإعلام الغربي، سواء علموا ذلك أو لم يعلموا، يعني أحزاب سياسية إسلامية وغيرها، من حتى أشخاص يتهمون، بل حتى بعض الذي ينتسب إلى السلفية بعضهم يرمي مثلا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى بأنه مع الصليبيين، أنه يريد دخول الصليبيين إلى بعض الدول. هذا ما اتهم به، مع أنه الشيخ يحارب الإرهاب المذموم المتفق عليه. فما المشكلة شيخنا وما قولكم؟ فزي ما ذكرنا دائما أهل الباطل يرمون من يحاربهم بالأباطيل ويكذبون. طبعا أنا ما رأيت صاحب باطل يحارب صاحب حق إلا ويستعمل الكذب، لابد، فيكذبون. فلذلك دائما نوصي الجميع بالمطالبة بالحجة،
بالدليل. أي شخص يتكلم في آخر، جماعة تتكلم في جماعة، لا بد من البيان من الأدلة التي تبين حقيقة ما يدعيه. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بس هذا هو الفاصل في الموضوع. الشيخ ربيع له حروب على الصليبيين وعلى الكفار بجميع أنواعهم، له مقالات، له صوتيات، له كلام كثير موجود في هذا. فلذلك إذا أردت الحق في ذلك ارجع إلى موقعه الآن، ارجع إلى موقعه الآن يشمل كل ما عنده من صوتيات وكذا، وكذلك بقية العلماء وليس فقط الشيخ ربيع. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله له كلام شديد جدا في هؤلاء الإرهابيين وما يفعلونه من باطل، وكيف حذر منهم وحذر من باطلهم. لذلك قاموا عليه بحرب شديدة جدا. له صوتيات وله كتب في حرب هؤلاء القوم، وكذلك أيضا في بيان حقيقة منهج أهل السنة في التعامل مع السلاطين. الاتهام بأن يعني وجود، أنا لا أنكر وجود بعض الشخصيات التي عندها غلو لأنه ما من جانب إلا وتجد جانبا آخر قد غلا أيضا في الجانب المخالف لذاك الجانب. فكما تجد من الإرهابيين طعن في الحكام وخروج على الحكام وتكفير للحكام، كذلك تجد في الجانب الآخر من عنده غلو في الحكام وتعظيم للحكام بشكل عندما يتكلم فيهم كأنك تشعر أنه يتكلم يعني في هو أبي بكر وعمر. اعتراف منكم شيخنا أن هنالك من السلفيين من يغلو في قضية مدح الحكام أو مدح الدولة حتى، أو مدح الأخطاء، يعني ما أقول مدح الدولة، مدح الأخطاء التي تقع في هذه الدولة المسلمة. طبعا ذكرنا نحن في المجلس السابق أن السلفية منهج والذين يدعونه كثر. والذين يدعون السلفية لهم اتجاهات مختلفة، كما أنه يوجد ممن يدعي السلفية من هو من الخوارج، ويوجد من يدعي السلفية وهو من المرجئة، ويوجد أيضا من يدعي السلفية وهو حقيقة من مشايخ السلاطين. هذا موجود. إذن يعني نعود إلى الفكرة الأساسية، أهل السلف لا يدافعون عن أشخاص، يدافعون عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الذي يهمنا هو المنهج، هو الدين، أن يبقى صافيا نقيا. وأي تهمة من أي شخص لأي عالم أو لأي جماعة، أنا دائما أوصي بالنظر في الأدلة، هل يوجد دليل أم لا؟ لأن أهل الباطل لا يتورعون في الكذب، لا أبدا. لا يتورعون أن يكذبوا. بل هذا هو سلاحهم الأساسي، الكذب على أهل السنة وعلى أهل الحق. لذلك سبحان الله كنت أقول نريد توصية للناس حقيقة شيخنا في قضية اقرأ كلام تتهم العالم الفلاني حتى لو كان مخالفا، حتى لو كان ليس مسلما، ولو مهما كان، ولا تحكم عليه بهواك. لا تحكم عليه بهواك، احكم عليه بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالمنهج الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم. نوصي دائما بالاعتدال. المنهج الذي نحن عليه هو منهج الاعتدال، حتى مع الحكام، مع السلاطين نحن نعتدل، لا نقر السلاطين على ظلمهم، لا نقرهم على باطلهم، ولا ندافع عن باطل فعلوه أبدا. نحن إن كان الحاكم، عندنا الحكام قسمان، قسم منهم حكام كفار هؤلاء لهم تعامل، وقسم هم حكام مسلمون لهم تعامل. أي نعم. فالحاكم إذا كان مسلما فله حقوق شرعية بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نتقيد بها، حتى وإن كنا لا نقر على باطله الذي يفعله، ونقر بأن عنده باطل وعنده ظلم وعنده فساد. هذا موجود، هذا أمر قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع، هذا منتهي الأمر. القضية الخلاف بيني وبينك ما هو في هذا، الخلاف بيني وبينك في طريقة حل هذه المشكلة. الآن الخارجي التكفيري بده يحل هذه المشكلة كيف؟ بالقتل والتفجير والتدمير وسفك الدماء. فايش استفدنا من وراء هذا الموضوع؟ انت تريد ان تتخلص من فساد وتاتي بفساد هو اعظم من الفساد الاول. لا نريد قتل الناس، يعني يقول لك واحد انا والله ما اريد قتل الناس ولا الخروج ولا كذا، ولكن انتم حتى ايها السلفيون تنكرون علينا الكلام في الحكام وتصطدمون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم جهاد كلمة حق عند سلطان جائر. قال نحن نتكلم كلمة الحق، وأنتم فقط تختبئون بين الكتب وخلف أحاديث عدم الخروج وطاعة السلطان وكذا. فكيف نقول بهذا؟ العلماء أهل السنة والجماعة بفضل الله يتعاملون مع الجميع بمنطلق قال الله قال رسول الله وما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم مع الجميع، وليس مع فئة دون فئة.
يتعاملون مع الخوارج بالطريقة التي تناسبهم، يتعاملون مع السلطان بالطريقة التي تناسبهم. كيف نحدد الطريقة التي تناسبهم؟ نحددها بالأدلة الشرعية التي وردت. السلطان هذا إذا ذهبت أنا وأنت وهو والآخر كل ذهبنا خرجنا صعدنا على المنابر وتكلمنا وهيجنا وثوروا وقوموا وافعلوا وهذا ظلم وانظروا ماذا يفعلون، ماذا ستؤدي النتيجة؟ تهيج القلوب الخروج، إغار الصدور الناس وكبت إلى أن يؤدي ذلك إلى الخروج. ثم الخروج ماذا سينتج عنه؟ سينتج عنه سفك الدماء، انتهاك الأعراض، ذهاب الأموال، وتفتت الدولة بحيث تصبح لقمة سائغة في أفواه الكفار، فيأتون إليك ويتداعون على قصعة كل يريد أن يأكل نصيبه. هذا الواقع، هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الواقع الآن. وانظر مثالا، انظر ما يحصل في سوريا، انظر ما يحصل في العراق، انظر ما يحصل في ليبيا. هذا مثال واقعي لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. كل دولة من دول الكفر تأتي تريد أن تحقق أهدافها ومصالحها عندك الآن. ليش؟ لأنك أنت الآن أصبحت ضعيفا، سهل جدا السيطرة عليك وأخذ ما نريد منك. هذا هو الذي يخشى منه العلماء عندما يقولون لك لا تخرج على الحاكم، لا تتكلم على الحاكم على المنبر، لأجل ألا يؤدي هذا إلى هذه المفسدة، وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. نعم. هذا الذي يريدونه. فهم لا يفعلون ذلك إقرارا للحاكم على ظلمه ولا محبة لهم للظلم الذي وقع. هم واقع عليهم هذا الظلم. نعم. هذا الظلم واقع عليهم. منهم من كان ممنوعا من التدريس ومن إعطاء العلم بتاتا ومغلق عليه في بيته. منهم من كان محبوسا أشهر وسنين يسجن في السجون من أجل أنه ينتهج منهج الحق فقط. وصور كثيرة من الظلم الواقع عليهم، لكن مع ذلك هم يتقون الله سبحانه وتعالى ويتعاملون مع كل شخص بما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. ابن شيخنا سبحان الله، هي حقيقة ترجع المسألة إلى أن الناس كثيرا منهم لا يقرؤون ويحتكمون إلى العواطف. فحديث كلمة حق عند سلطان جائر، لربما كلمة حق أريد بها باطل من طرف يريد أن يهيج قلوب الناس، وأيضا أخذوها على غير وجهها، فصاروا يتكلمون ليس عند السلطان الجائر بل على المنابر وفي المقابر عند سلطان جائر. هذه كلمة حق عند سلطان جائر. أنا أقول لك وكل واحد يحتج بهذا الحديث: أرنا رجولتك، واذهب عند السلطان وتكلم. لا يجرؤ، يذهب يفعل. نحن نقر على هذا الفعل. يذهب عند السلطان وينكر عليه. تمام. عندما يكون في وجه السلطان وأمام السلطان يتكلم، قل له أخطأت، قل له هذا لا يجوز وهذا يجوز، وأرنا منك هذا الشيء، أرنا رجولتك عندئذ. الآن انظر إلى رؤوس الخوارج. هم الآن من الأشياء التي يحتج بها الخوارج على أهل السنة، يقولون أنتم جبناء لا تجرؤون أن تنطقوا بكلمة الحق. نعم. نقول لكم: طيب، لو كان علماء السنة خائفين كما تزعمون ولا يجرؤون على قول كلمة الحق، وهذا الذي منعهم من ذلك، لو كان هذا حقا، ما الذي جعل أئمتكم وعلماءكم يصعدون على المنابر ويتكلمون ويهيجون في فترة، ثم في فترة أخرى خرج بعضهم وندم واعتذر على ما كان منه؟ ونفس الأشخاص، منهم من اعتذر ونطق، ومنهم من سكت سكوتا تاما، ومنهم من ألقي به بالسجون. نعم. صح؟ نعم. صار عندي فترتين، الفترة الأولى والفترة الثانية. لماذا هنا كانوا يتكلمون يأخذون راحتهم وهنا سكتوا واعتذروا وتراجعوا؟ نعم. ما الفرق؟ الفرق أنهم في البداية كان لهم الحرية أن يتكلموا كما يشاءون. صح؟ نعم. طيب، في هذه الفترة ما الذي كان يخاف منه علماء السنة؟ إذا كان الذي لا إذا كان الخارجي نفسه كان يتكلم ولا يحصل له شيء، ولا يضر بشيء، لا يسجن ولا يقتل ولا يعذب ولا شيء، إذا ما الذي سيخافه عالم السنة؟ الله سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يدفعه إلى قول كلمة الحق، وليس العواطف. كلمة الحق التي يدين الله بها، التي أخذها من الكتاب والسنة، لا أخذها بالهوى كما أخذ أولئك. نعم. نعم. ثم بعد ذلك هؤلاء الذين كانوا يصرخون بالتحذير والإثارة وإثارة الفتن
إغار الصدور، الآن سكتوا. اختبأوا جميعا. أين الرجولة التي كنتم تصفونهم بها؟ أين الجهاد؟ هؤلاء هم العظماء، هؤلاء هم اللي صدعون بالحق، وينها الآن؟ فليخرجوا ويرون أنفسهم. نعم. الآن قد تراجعوا وندموا أمام المحاكم وغيرها على ما فعلوا، بل وأنكروا وكذبوا ما كانوا يفعلون. بل صاروا ينكرون. نعم. طب وين هذا؟ نعم. أين؟ مش وأنتم تقولون بطولة ورجولة، وين راحت البطولة والرجولة؟ أهل السنة هم أهل السنة، كلمتهم هي كلمتهم سابقا ولاحقا لا تتغير. لا تتغير، لأنهم يمشون على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قرره السلف رضي الله عنهم في منهجهم. وقد تبين اليوم والحمد لله كل شيء، نعم على حساب دماء المسلمين والفوضى التي حصلت في بلاد المسلمين، لكن قد تبين ما كانوا ينبهون عليه ويحذرون منه وينصحون بعدم الخروج لأجله، اليوم اتضح لكل ذي عينين. نعم. ورأوا أمامهم ما كان يتكلم فيه به أهل السنة وما كانوا يخشون منه. هذا هو. نعم. الله أعلم. الله يحفظكم شيخنا. ركب العلمانيون الموجة بحجة محاربة الإرهاب، حاربوا الإسلام وخاصة أهل الحق من أهل الإسلام، فخرجت برامج في التلفاز من مسلسلات وأفلام وغيرها، صاروا يطعنون على الحجاب، على خمار المسلمة، على اللحية، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك بحجة محاربة الإرهاب. ما قولكم شيخنا؟ العلمانيون هم الذين لا يعترفون بالدين ولا يريدون الدين. للعلماء فيهم قولان، وربما يكون هذان القولان جاء من اختلاف العلمانيين أنفسهم في تعريف منهجهم. العلمانيون منهم من يقول لا دين والحياة ماذا هي الأساس. الحياة هي الأساس. يعني هذا الملحد فصل الدين عن الحياة. نعم. فهؤلاء لا يريدون دينا أصلا في الحياة، أي ليس لا دين لا إنكارا، إنما فصلا. نعم. فصل الدين عن الحياة. نعم. ومنهم من يقول الدين لا علاقة له بالسياسة، لا دين في السياسة. نعم. فيخص الفصل عن السياسة والحياة العامة فقط بس. نعم. فيقول لك الدين لا يتدخل في السياسة ولا يتدخل في الحياة العامة. يعني لك دينك كشخص، تمارس دينك بينك وبين نفسك وفي بيتك. نعم. غير هذا لا. تمام. هو كفر، الأول كفر والثاني كفر، كله كفر. نعم. المنهج العلماني منهج كفري. تمام. لأنه ينكر إما الدين كاملا أن يكون منهج حياة، أو ينكر أن يكون الدين داخلا في السياسة أو داخلا في الحياة الاجتماعية. تمام. وهذا كفر وهذا كفر، لأن الدين لا يكون العبد مسلما إلا أن يقر بأن الدين هو منهج حياة كاملة في السياسة، في الاقتصاد، في الحياة الاجتماعية، في الحياة الفردية، في كل شيء، في كل جوانب الحياة الدين داخل. تمام. أي نعم. هذه هي العلمانية. والعلمانية طبعا عندما يواجهها الدين لا بد أن تحاربه من أجل أن تحافظ على أسسها. فهي الآن عندما تقول لك الدين لا علاقة له بالسياسة ولا علاقة له بالحياة الاجتماعية، طيب أصحاب الدين هل سيقبلون بهذا؟ لن يقبلوا، لأنهم هم عندهم دين يجب أن يطبق في حياتهم الاجتماعية. نعم. فعندما يأتي العلماني يقول لك في حياتك الاجتماعية ما في دين، يقول لك الحياة السياسية لا دين فيها، هذا كله باطل. الدين يجب أن يدخل في جميع جوانب الحياة. طب حتى لو قلنا بهذا، لماذا يحاربون تقولون الدين ليس له علاقة؟ طب ما أنتم ما علاقتكم في محاربة الحجاب واللحية؟ هم في الحقيقة هم لا يريدون دينا. قلنا بما أن اللحية والحجاب وهذه لها هي شعارات. نعم. شعارات دينية. شعارات دينية. هم نعم. لا يريدون الشعارات الدينية. إذن حقيقة يحاربون الإسلام حقيقة، ويركبون الموجة. الإسلام هم يعلمون أن الإسلام هو دين الحق، وأنه لا يوجد من أصحاب الأديان من يتمسك بدينه كتمسك المسلمين بدينهم. نعم. فلذلك يعتبرون أن المسلمين هم أكبر خطر عليهم، فيحاربونهم بكل ما أوتوا من قوة.
حتى وإن أظهروا في كلماتهم أنهم لا يحاربون الدين، لكن في حقيقة الأمر هم يحاربون. طيب شيخنا، ألم تكونوا قد وقفتم بطريقة غير مباشرة معهم في محاربة الإسلام بطريقة قد تكون عفوية، لكن لستم معذرين إذا فعلتم ذلك؟ عندما حاربتم الخوارج أنتم تحاربون الخوارج، ولكن حقيقة الذي ظهر للناس أنكم تحاربون أهل اللحى وتحاربون أهل التمسك. هذا كلام باطل. الخوارج ليسوا هم المسلمين. نحن نحارب من يحاول أن يظهر نفسه أنه هو الإسلام وهو ليس الإسلام. على القضية الأولى التي ذكرتها شيخنا، التوسط، نعم، الاعتدال فيها. هذا هو. فنحن نحارب الخوارج، لا نحارب الإسلام، بل بالعكس نحن ندعو إلى الإسلام، ندعو إلى التوحيد، ندعو إلى السنة، ندعو الناس إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يقال نحارب الإسلام؟ هذا كلام استعباطي لا محل له أصلا ولا يصح في العقل حتى. الذي يطلع على كتبنا وعلى أشرطتنا وعلى دروسنا وعلى مقالاتنا وتبين له هذا بشكل واضح جدا. محاربة الخوارج شيء ومحاربة الدين شيء آخر. نعم، العلماني يحاول أن يخلط هذه الأمور ويحارب الدين مستغلا الخوارج في ذلك. يستعمل الخوارج لتنفير الناس عن الدين وتصوير أن الدين هو هذا الإرهاب، دين الإسلام. يعني أن دين الإسلام هو هذا الإرهاب، فلذلك ينفر الناس عن هذا. وأنتم عندما تحاربون هذا الشر الحقيقي وهم الخوارج، نحن ندافع عن الإسلام. فبالتالي دفاع عن الإسلام هم يأخذونها الآخرون. نحن نغلق الطريق على العلماني وعلى الإعلامي أن يستغل الخوارج في تنفير الناس عن الإسلام وتصوير الإسلام بهذه الصورة الباطلة الفاسدة. طيب شيخنا، أنت تقول عن الجانب العلماني نوع من أنواع العلمانية الذين يفصلون الدين عن السياسة فقط. نعم. هذه كلمة للشيخ الألباني، ما قولكم فيها عندما يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من السياسة ترك السياسة؟ هذا لم يقل الشيخ الألباني رحمه الله أن الدين لا يدخل في السياسة. في فرق بين الأمرين. قال من السياسة ترك السياسة في هذا الزمن الذي نعيشه نحن. ليش؟ ما السبب؟ نعم. السبب في ذلك أن فساد أحوال الناس وفساد أحوال السياسة اللي موجودة اليوم المبنية على الكذب والغش والخداع والنفاق والفجور والأنواع مختلفة من مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. الآن عندما يريد الشخص أن يدخل في السياسة سينغمس في هذا الضلال اللي موجود في السياسة، ولن يستفيد شيئا لتحقيق ما يصبو إليه من نصرة الإسلام ونصرة الدين. لن يصل إلى شيء إلا أنه سيخسر دينه. نعم. وهذا معناه الشيخ الألباني رحمه الله في قوله من السياسة ترك السياسة، لأنك لن تصل إلى فائدة ترجع بالنفع على الإسلام والمسلمين، وفي نفس الوقت ستضر دينك، وربما يصل بك الأمر إلى الخروج من دين الإسلام بالكلية من وراء هذا الفعل، أو على الأقل تخسر الكثير من دينك عندما تدخل في هذه السياسة المبنية على ما ذكرنا من النفاق والكذب والغش والخداع وأنواع من أنواع الفساد. نعم. يروى عن رجل جاء في زيارة بلد ببروتوكولات الثقافية والعلاقات جاء فزار قبر من قبور القوم عندهم، فقال من هذا؟ قالوا هذا قبر السياسي ذو الأخلاق الفاضلة فلان الفلاني. فقال كيف تدفنون رجلين في قبر واحد، سياسي وأخلاق فاضلة؟ طبعا لا شك ان نحن نقول ان السياسيين كلهم ليس عندهم اخلاق، لكن هي حقيقه باب ان السياسه تدخل فيها الكذب والنفاق، فممكن يضيع الانسان هي سياسه اليوم، لان عندما تدرس السياسه يدرسونك هذا النفاق لابد منه. نعم. السياسه مبنيه على النفاق، مبنيه على الكذب، مبنيه على الغش، مبنيه على مخالفات كثيره جدا لشرع الله، سواء كانت في الاصول او في نعم. في الناحيه العلميه او الناحيه العمليه. طبعا يوجد للعلماء كتب السياسة الشرعية، ولا يوجد كتاب سنة حقيقة لا يتكلم في موضوع السياسة بشكل عام. حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كاملة، كانت في السياسة، كانت في الاقتصاد، كانت في الاجتماع، كانت في كل شيء. حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي دين. نعم. كلها، يعني ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم دين، ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم دين. فعليه الصلاة والسلام كان هو القائد، كان هو معلم، كان قائدا، كان معلما، كان اقتصاديا، كان سياسيا، كان في كل شيء من النواحي الحياة يدخل فيه صلى الله عليه وسلم. قد علمنا نعم. عليه الصلاة والسلام أن الدين يدخل في جميع نواحي الحياة. هل هذا ما جعل بعض السلفيين أو من ينتسب إلى السلفيين أن
يدعو إلى تأسيس أحزاب سلفية سياسية بحجة مواكبة الواقع والذي سنتكلم عنه فقه الواقع، وأن هنالك الكثير من العلماء ما لا يعرف فقه الواقع، فتجد بعض من ينتسب إلى السلفية دخل في السياسة التي تقول عنها شيخنا التي فيها الكذب والنفاق وغير ذلك، فما قولكم فيها؟ وهذا الذي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله من السياسة، وقعوا في هذا، السياسة هم وقعوا في هذا وخالفوا ما قاله الشيخ رحمه الله. الشيخ ذكر لهم هذا حتى يحافظوا على دينهم ولا يقعوا في المخالفات الشرعية، فهم وقعوا في مخالفة شرع الله ومنهم من سفك الدماء شيخنا في الجزائر. نعم، هذه نتائج هذه الأعمال التي فعلوها، دخلوا في السياسة ودخلوا في الانتخابات، ثم في الأخير وصلت بهم إلى الخروج وسفك الدماء. سبحان هذه الله. النتائج. سبحان الله. نعم، فوقعوا في المحذور الذي حذره منه العلماء نعم. رحمهم الله. طيب أنتم متهمون شيخنا بأنكم، طبعا لست أنت كشخص الشيخ أبو الحسن، بل كعلماء السلف، أنكم لا تفقهون الواقع، ولا بد أن تنظروا إلى الواقع، وأنتم لا تنظرون إلى سياسة ولا إلى مجلات وإلى أخبار. والشيخ بن باز هذا ما سمعته أنا، كان رحمة الله تعالى عليه، هذا ما يقوله الحزبيون الذين سمعتهم، كان أعمى، يضحك عليه، يوضع له الأوراق ويوقع فيفتي بدخول أمريكا إلى العراق أو بدخول كذا، لأنكم بعيدون كل البعد عن الواقع، فقه الواقع. أولا أنا بالنسبة لي لست إلا طالب علم، درست على مشايخي وتعلمت على أيديهم، والمنهج الذي نأخذه هو منهج نتربى عليه ونتعلمه منهم رحمهم الله، وما أنا إلا طالب علم، هم علماؤنا هم مشايخنا ومنهم نتعلم. هل كانوا يفقهون الواقع أم لا؟ أنا أقول لمن اتهمهم بهذه التهم أن يرجع إلى كتبهم وإلى صوتياتهم، نفس القضية نرجع إليها، أي تهمة من التهم يرجع ويسمع. برهانكم إن كنتم نعم. هل سيجد أن العلماء هؤلاء تكلموا في قضايا واقعية بطريقة علمية صحيحة وتصور صحيح للواقع الذي يعيشونه أم لا؟ نعم. كيف سيفتي المفتي في مسألة شرعية وهو لا يعرف واقعها؟ إذ إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نعم. فلا يمكنه أن يحكم في مسألة شرعية إلا وقد تصورها، وإلا كان آثما، كان محرما عليه أن يفتي. وهؤلاء علماء أتقياء عندهم من التقوى والصلاح ما يكفي لأن يعلموا أن معرفتهم بالواقع واجب عليهم إذا أرادوا أن يفتوا فيه. نعم. وقد أفتى العلماء في القتال في أفغانستان، في الجهاد في أفغانستان، أفتوا بهذه المسألة مع القاعدة؟ لا، ليس مع القاعدة، أفتوا بالجهاد ضد احتلال الاتحاد السوفيتي لأفغانستان، وذاك الجهاد كان جهادا شرعيا. نعم. ولم يكن على طريقة الخوارج. حتى القاعدة أظن بعد ذلك أتت أو صارت نتجت بعد ذلك القاعدة، كانت لهم مشاركة، لكن هم منفصلون كانوا عن أهل السنة. نعم. في ولاية كونار، الشيخ نسيت اسمه الآن، جميل الرحمن، الشيخ جميل الرحمن في ولاية كونار، هذه كان جهادا سنيا على المنهج السلفي. نعم. وكان مفارقا للخوارج، بل الذي قتل الشيخ جميل الرحمن أحد الخوارج. نعم، هذا هو. فمحاربة الخوارج بالعلم وبالجهاد وهذا ما زال أهل السنة عليه من قديم، حتى أيام ما كان الخوارج في بعض البلاد يصدرون ويدافع عنهم. كيف يعني يصدرون؟ يعني يصدرون على المنابر وفي الإعلام في بعض الدول، ويسلمون مراكز في الجامعات. سبحان الله. في وقت ذاك كان علماء السنة الذين كانوا يحاربونهم فقط. كان علماء السنة يحاربونهم ويبينون ما هم عليه من مناهج في الوقت الذي كان غيرهم يصدرهم ويمكنهم في البلاد. سبحان الله. أي نعم. يعني العلماء حقيقة يفقهون الواقع ويعرفون ما يحدث تماما. نعم. حتى قبل أن يعرفها ممن يدعي أنه يفقه الواقع. طب إذا سكتوا عن شيء يكون لمصلحة ولا هم أصلا ما يسكتون عن الحق؟ لا يسكتون عن باطل، لا يسكتون عن باطل ويبينون الحق. ربما يسكت شخص لمصلحة يراها يتكلم الآخر. لابد. ليس شرطا كل العلماء يتكلموا نفس المسألة. لا، ما هو شرط. إذا تكلم أحد العلماء وبين
الحكم الشرعي قام الواجب الكفائي وحصل والحمد لله. نعم. شيخنا، هل أنتم نظرتكم إلى السياسة وإلى الناس وإلى الفقه الواقع الذي يحدث نظرة التشدد؟ تتهمون بالتشدد، فأنتم متشددون في الأحكام. والتساهل أمر يرجع فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى منهج السلف الصالح، ومن خلاله نحكم على الأقوال وعلى الأفعال، هل هي متشددة أم أنها متساهلة؟ إذا رأينا الشخص يبالغ في الحكم الشرعي ويخرج عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول هذا متشدد. إذا رأيناه يتساهل عن الحكم الشرعي الذي ورد في الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم قلنا هذا متساهل، ونحن نتحاكم مع أي شخص يرمينا بأي تهمة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى منهج السلف الصالح يبين لنا في أي مسألة نحن تشددنا هذه الأدلة الشرعية أمامه، فليأتي بما نخالفها فيه ويبينه لنا. يعني مثلا موضوع اللحية، تنظرون إلى عدم من لا يطلق اللحية هذا فاسق أو حتى بعضهم يكفر، هل هذا موجود شيخنا؟ هذا التكفير منهج الخوارج، منهج الخوارج ليس منهج السلفيين، لا ما هو منهج أهل السنة نعم. والجماعة طبعا كمثال اللحية وليس نعم اللحية جاء فيها أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا نرجع إلى الأمر في هذا الحكم، هل إعفاء اللحية وجوب إعفاء اللحية أو إعطاء حكم وجوب إعفاء اللحية هل هو تشدد؟ تعال نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى منهج السلف الصالح رضي الله عنهم، نجد أن الأنبياء من صفتهم أنهم ملتحون، ما في أحد في الدنيا يستطيع أن يقول لك في نبي حلق لحية، ما في. وموسى عندما قال هارون لما قال موسى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، نعم لحيته موجودة، النبي صلى الله عليه وسلم كانت له لحية وجاء وصفه بهذا. نعم. الأنبياء جميعا ملتحون، مسلمون وكفار قديما كلهم كانوا ملتحين. علامة رجولة قبل من الذي نشر حلق اللحية بين المسلمين؟ هم الجنود الفرنسيين لما دخلوا بلاد الإسلام دخلوا وهم حلقي لحية، سبحان الله. وبعدها انتشر حلق اللحية والمسلمون لا يعرفون هذا، سبحان الله. لذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى، نحن أطعنا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، وما ورد به الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نمتثله. ومن يأتي ويقول لك اللحية ليست واجب قل له هات الدليل، ونحن نتحاكم إلى الدليل. بل قال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع أجمع العلماء على تحريم حلق اللحية وأنه مثلى. نعم. إذن انتهى الأمر، رجعنا تحاكمنا إلى كتاب الله وإلى إجماع وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إجماع العلماء السلف رضي الله عنهم جميعا على هذا. نعم. إذا لم نأتي بشيء جديد. يعني تركيزكم شيخنا على اللحية وتنسون الأمور الأهم، هذا أيضا سؤال. يقولون تعريف السلفي لحية طويلة وثوب قصير وسواك بجانب القلم وغترة، هذا هو السلفي، لا يعرف شيئا إلا من الدين إلا هذا. هذا كذب، هذا من ضمن الكذب الذي كنا نتحدث عنه. نعم. السلفي دينه هو قول الله تبارك وتعالى ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام كما بينت، ادخلوا في جميع جوانب الإسلام، لا تأخذوا بجانب وتتركوا جانبا. نعم. وقد ذم الله سبحانه وتعالى اليهود لما أرادوا أن يأخذوا بجانب من الكتاب ويتركوا بجانب، فقال أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. نعم. ذمهم الله سبحانه وتعالى على هذا. فلذلك عندنا نحن الدين كامل، ما في عندنا قشور ولب، لا عندنا دين كامل كله مهم. نعم بعضه أهم من بعض لكن كله مهم. نعم عندنا التوحيد أساس، والتوحيد أول دعوة الأنبياء، هذا الذي نهتم به أكثر من غيره. المسائل العقائدية أهم لا شك في ذلك، نحن نهتم بها أكثر من غيرها، لكننا نهتم بدين الله كله. ولا نقبل أن يتهاون في شيء منه أو أن يستخف في شيء من أحكام الله وشرعه مهما قلت في عين المتكلم. وهذه طريقة أهل البدع. طريقة أهل البدع بعضهم يقول الدين منه قشور ومنه لب، ونتيجة هذا القشور اهملها، قشر ارميه وخذ باللب. إذا إيش؟ رجعنا إلى ما فعله بنو إسرائيل، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. سبحان الله شيخنا، يعني هذه التهمة حقيقة موجودة، ولكن نقول لكل مقام مقال. يعني ربما أنت موحد وتصلي ولكن أراك مثلا لا تطلق اللحية،
فالآن المقام ممكن أن يكون أن أناقشك في اللحية، ليس لأنني تركت الدين وأخذت هذا، لكن لكل مقام مقال. نعم، أنا أركز في دعوتي مع الأشخاص على ما يقصرون فيه، وعلى ما أجد فيه هدم لدين الله سبحانه وتعالى بينهم. يعني مثلا آتي إلى قوم يعبدون القبور ويتضرعون إليها ويتقربون إليها، ما آتي أتكلم مع هؤلاء في موضوع اللحية، ما يحتاج الآن. الآن عندي أمر أعظم وأهم. نعم. فأنا أركز على هذا الأمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله محمد، فإنهم أجابوك لذلك. شوف كيف في مراحل انتقال. نعم. من الأهم إلى المهم. نعم. عندي الأهم الآن هو التوحيد. فإنهم أجابوك إلى ذلك فأخبرهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات. بالمفهوم المخالفة. إذا عندي ترتيب. نعم. ترتيب لما هو أهم ثم تنتقل للذي بعده. هذا هو الذي نسلكه نحن في دعوتنا. نعم. فإذا وجدت القوم عندهم التوحيد متحقق وما عندهم خلل فيه، فما أتي أدعوهم إلى التوحيد، خلاص التوحيد متحقق ما في إشكال، أنتقل إلى الشيء الآخر الذي أخلوا به. أجد شخصا موحدا، أجده موحدا، أجده يعرف التوحيد ويعرف الشرك ويتمسك بالتوحيد ويترك الشرك إلا أنه حليق اللحية، أدعوه إلى التوحيد ولا أدعوه إلى أن يعفي اللحى؟ نعم. أدعوه إلى إعفاء اللحية، لأنه هو مقصر في هذا الجانب، فأنا أتحدث هذا ما يناسبه الآن. نعم. نعم. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. مفهوم الوسطية، هل أنتم من الوسطية؟ حتى نفهم مفهوم الوسطية. حقيقة نسمع كثير من الناس يقول وسطية، حتى العلمانيون يقولون بكلمة الوسطية، فصارت كلمة هذه حمالة أوجه. نحن ما انتهجنا هذا المنهج إلا لأننا وجدناه هو المنهج الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا. لسنا نحن الأصل والمنهج تبع لنا. ما نقول نحن وسطيون بمعنى نحن الأصل ولذلك كل ما كنا عليه فهو وسط وما لم نكن عليه فهو باطل، لا، نحن نقول الوسط هو الذي نحن اتبعناه. ليش؟ لأننا نحن ما اتبعناه أصلا إلا لأنه وسط، إلا لأنه المنهج المعتدل، إلا لأنه المنهج الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، لا إفراط ولا تفريط أبدا. نحن كان قصدنا والهدف الذي نسير عليه هو أن نصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، ووفقنا الله تبارك وتعالى إلى اتباع هذا المنهج الذي رسم، لأننا وجدنا عليه أدلة واضحة وصريحة في الكتاب وفي السنة وفي إجماع السلف رضي الله عنه تدلنا على أن المنهج الوسط، المنهج المعتدل، المنهج الذي أراده الله سبحانه وتعالى منا هو هذا الذي نحن عليه، لا لأننا نحن الذين عليه، بل لأنه هو الذي أراده الله ونحن سلكناه لهذا السبب. نعم. فلذلك نحن نقول للناس المنهج الذي نسير عليه هو منهج الحق، لأننا نحن وجدناه منهج الحق بالأدلة من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه. البعض يقول يعني عشان أنتم عليه يعني صار هو منهج الحق. لا يا سيدي، هو منهج الحق لذلك نحن عليه، نحن اتبعناه، هذا هو. نعم. يعني. وهذه طريقة أهل السنة وأهل البدع. أهل السنة يتبعون الدليل ويعتقد، فبعد ذلك يعتقدون، يرون الدليل. هذا هو الفرق أهل البدع بيننا وبين يعتقدون شيئا ثم يبحثون عن دليل فلا يجدون إلا المتشابه. نحن ننظر في الأدلة وما وجدناه يحبه الله ويرضاه وكان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم سلكنا. هذا هو الوسط بس. لا نؤثر دنيا، لا مال ولا سياسة ولا جاه ولا نبحث عن رضا زيد ولا رضا عبيد. نحن نريد رضا الله سبحانه وتعالى بس، هذا الذي سينفعنا. نعم. في النهاية في الدنيا وفي الآخرة. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. الحديث طيب، ولكن وما نستطيع أن نتكلم حتى نكمل موضوع الخوارج، سنؤجله إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى. نعم. تم أنتم السلفيون لستم مع الغرب ولستم مع الظلم أبدا. وما زال أهل السنة والجماعة السلفيون يوصون المسلمين بالرجوع إلى دينهم والتمكن وإعداد العدة وتجهيزها وغزو اليهود وقتلهم وإخراجهم من بلاد الإسلام. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ونحن نعلم أنه سيأتي يوم وسنقوم بهذا. بارك الله فيكم شيخنا. كلامكم طيب
لا نطيل عليكم أكثر. جزاكم الله خيرا. نسأل الله تعالى أن يكون هذا الكلام في ميزان حسناتكم شيخنا، وبارك الله فيكم ونفع بكم الأمة ورفع قدركم في الدنيا والآخرة، وأحسن خاتمتكم وأطال في عمركم على طاعته، وغفر لوالديكم ولكل من يسمعنا. بارك الله فيكم شيخنا. إلى هنا بارك الله فيكم إخوتي. نلقاكم في الحلقة القادمة في جزء آخر من السلفية وما يتعلق فيها من قضايا تطرح على هذه الساحة. إلى ذاك الحين نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.